عِشت سنين فاكرة إن أنا مشكلتي إني باحب الأكل، ولكن اكتشفت إن اللي عندي كان أكل عاطفي، وإن أنا كنت حاطة الأكل في غير مكانه. عميلتي أول ما بدأت معايا الجملة اللي كانت دايمًا على بُقّها إن أنا باحب آكل كتير، أنا الأكل بيبسطني، الأكل بيفرّحني، ولكن الحقيقة إن الأكل كان بيملى فراغ تاني جواها، وهو احتياجها للإحساس بالأمان، إنها عايزة تحس الأمان والطبطبة والحنية اللي ما كانتش بتحس بيهم من أهلها زمان. ومن هنا ابتدت العلاقة اللي ما بينها وما بين الأكل إنها روحي كلي انت محتاجة تاكلي، روحي كلي انت محتاجة تاكلي. ولكن بعد ما اشتغلنا سوا على العلاقة دي وعلى احتياجها للأمان، وإنها تقدر تلبيه بطرق مختلفة، وإنها تبدأ تشوف إنها تستحق الحب والاحترام بدون ما تكون بتعمل حاجة وبدون ما تكون ما تبذل مجهود معين في اليوم بتاعها، هو ده اللي ابتدى يخليها واحدة بواحدة تقريبا النهم والشراهة والاحتياج الزايد للأكل ابتدى إن هو يختفي. ومن وقتها ابتدى الوزن ينزل، وابتدى كمان الهرمونات تتظبط، والمقاومة الأنسولين إنها تهدى عندها. لو انت كمان عندك نفس المشكلة وبتحسي بنفس المشاعر، فبقدم لك دعوة ان انت تنضمي ليا في بروجرام بيبي جيرل لايف ستايل. ابعتيلي رسالة وهبعتلك كل التفاصيل.